اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده الفيديو بتاعنا مهم جدا، مش بس عشان المعلومات المهمه اللي اتعودتوا تسمعوها معانا، لا ده الاهم لاننا هنناقش النهارده اجابه سؤال مهم جدا، هو ازاي نقدر نوفر لاولادنا ذوي الاعاقات الذهنيه والاضطرابات النمائيه حقهم في التعليم جنب زمايلهم في المدارس النظاميه، او ما معناه في المدارس العاديه سواء عربي او لغات او مدارس دوليه. ويمكن السؤال ده مش بس بيشغل اولياء الامور، لا ده كمان بيشغل الاخصائيين والمدرسين في المدارس، وكمان القائمين على اداره المدارس المهتمه بدمج ابنائنا ذوي الاعاقات الذهنيه والاضطرابات النمائيه في المدارس الدوليه. وده لان التعليم الدمجي مش بس حق لاولادنا، ده فعلا بيغير حياتهم بشكل كلي بس لو اتنفذ صح. ده كمان بيغير شكل المجتمع كله، بيخلي فيه مساواه وتقبل وتنوع حقيقي من كل افراد المجتمع. ودي رسالتنا النهارده لحضراتكم. هنتكلم بشكل واضح ومبسط عن التعليم الدمجي والدمج المدرسي، وازاي نقدر ننفذه، وازاي نقدر نحضر ولادنا للدمج، وايه المشكلات اللي ممكن نواجهها وازاي نقدر نحلها، وايه النصائح اللي ممكن نقدمها لاولياء الامور والاخصائيين لانجاح تجربه دمج ابنائهم. تعالوا نشوف مع بعض اجابات الاسئله دي في حلقتنا النهارده. خليكم معانا. بداية كده خلونا نعرف مع بعض يعني ايه تعليم دمجي. التعليم الدمجي مش معناه بس ان الطفل يدخل مدرسة عادية، لا، التعليم الدمجي يعني ان الطفل ذو الاعاقة يتعلم مع زمايله في نفس المدرسة وفي نفس الفصل مع وجود تعديلات او تيسيرات تناسب قدراته. يعني مش اننا نغير له المنهج، لكن بنكيف عملية التدريس بتاعته، بنغير طرق التدريس والتقييم اللي هي الامتحانات اللي تتناسب مع قدراته، وكمان البيئة التعليمية عشان الولد أو البنت يقدر يشارك ويستفيد. ثانيا، مين هي الفئات المستحقة للدمج؟ الأطفال اللي عندهم إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة، اضطراب طيف التوحد، مستويات القابلة للتعلم منه، صعوبات التعلم النمائية والأكاديمية، حالات ضعف السمع أو البصر بدرجات بسيطة، حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه. ومهم هنا إننا نعرف إن أحدث التقارير الدولية بتأكد على إن حوالي 70% من الأطفال ذوي الإعاقة حوالين العالم كله ممكن يستفيدوا من برامج الدمج لو اتوفرت لهم خدمات دعم مناسبة. ثالثا، إيه هي الخدمات المطلوبة في المدارس؟ واحد، لازم يبقى في إعداد لخطة تربوية فردية لكل طفل اللي بيسموها الIEP. 2، وجود معلم مرافق أو أخصائي تربية خاصة داعم أو ما يسمى بالشادو تيتشر. 3، تعديل طرق التقييم اللي هي الامتحانات تبقى موضوعية، يكون في وقت إضافي، يكون في وسائل بديلة للتقييم. 4، تجهيز الفصول، يبقى في أدوات مساعدة، أماكن جلوس مناسبة، وسائل تعليمية بديلة. 5، تنوع وسائل التعليم اللي بتناسب النمط التعليمي لكل طفل سواء كان سمعي ولا بصري ولا حركي. 5، تهيئة البيئة الفيزيقية لمبنى المدرسة والفصول إن تطلب الأمر. 6، تقديم دعم نفسي واجتماعي للطفل وأسرته. وفي هنا نقطة مهمة حابب أقولها، ما تخليش حد يحبطك ويقولك المدارس مش جاهزة والمدرسين مش هيعرفوا يتعاملوا مع أولادنا وزمايلهم في المدرسة، وإن زمايلهم هيتريقوا عليهم. الكلام ده ما ينفعش لسه نمشي وراه بعد كل اللي وصلنا له من مستويات وعي وعلم وتخصص. لو ابنك فعلا جاهز للدمج ما تتأخرش عليه، وامشي في خطواتك الصح لمصلحة ابنك. رابعا، طب ازاي نجهز ولادنا للدمج؟ لازم نشتغل مع ولادنا من بدري، ما نستناش لما يبقى عندهم 5 أو 6 سنين ونبدأ نفكر في احتياجاتهم للدمج. عشان كده أكدنا على أهمية التدخل المبكر بمختلف جوانبه من جهة، وكمان أهمية التدريب والإعداد لما قبل مهارات التعلم الأكاديمية، والتدريب على المهارات الاستقلالية زي الأكل واللبس والحمام واستخدام أدوات المدرسة والتعامل مع الأقران. ومهم جدا إن ابننا يكون عنده وسيلة تواصل، يعني نطور اللغة عنده، أو إنه يستخدم الباكس أو الإشارات أو أي وسيلة تواصل إلكترونية بديلة. وكمان يكون في تدريب على المهارات الاجتماعية، زي نعلم الطفل يقول ممكن، شكرا، ساعدني، لو سمحت. كل دي مهارات هو محتاجها. وكمان التدريب على الروتين زي الطابور، الفسحة، وجدول المذاكرة اللي اشتغلنا عليه قبل كده مع بعض،
وقلنا ازاي نقدر ننظمه في البيت علشان ياخد عليه وهو موجود كمان في المدرسة. وهنا ممكن نقول مقترح لأولياء الأمور والأخصائيين: اعملوا بروفة مدرسة في البيت، نجهز الشنطة، نعمل طابور، نعمل جدول، نرن جرس في أوقات الجدول، وندرب الطفل على الروتين بوجه عام. خامسا، ايه هي المشكلات اللي ممكن تواجهنا؟ أكيد لازم هتواجهنا بعض المشاكل، وعشان كده هنناقشها هنا في شكل تحديات وحلول. زي مثلا تحدي الفجوة الأكاديمية، والحل إن يبقى فيه خطط وبرامج فردية بتركز على نقاط القوة وتعديل طرق التدريس، وهنا في فريق بيشتغل على بناء قدرات ابننا، وفريق تاني بيدعم وجود ابننا في المدرسة. تحدي تاني قلة الإمكانيات، والحل ابتكار وسائل بسيطة زي البطاقات والصور والأدوات المنزلية تكون بدل الوسائل المكلفة في العملية التعليمية. تحدي كمان زي رفض بعض المعلمين أو الزملاء للتعامل مع أولادنا، والحل التواصل المباشر مع إدارة المدرسة وخلق روح إيجابية معاهم علشان يبقى فيه دعم لتقبل الطفل. سادسا، إيه هي النصايح اللي ممكن نقولها للأخصائيين علشان يدعموا عملية الدمج؟ استخدموا استراتيجيات التعليم النشط cooperative learning أو differentiated instruction. حافظوا على التعاون الحقيقي بين الأخصائي والمدرسة والأسرة. قيموا الطفل بشكل دوري، وحدثوا الخطة الفردية بتاعته، واستثمروا في مواطن قوته، وركزوا على المهارات الحياتية بنفس ذات القدر اللي بتركزوا بيه على المواد الأكاديمية. وثقوا كل تقدم بخطوات صغيرة عشان الأسرة تتابع وتفرح وتفضل مكملة معاكم. وافتكروا إن الدمج مش خدمة بنقدمها، ده حق أصيل لكل طفل. سابعا، إيه هي النصائح اللي ممكن نقولها لأولياء الأمور؟ ما تستعجلوش النتائج، الدمج عملية تدريجية، واقبلوا إن التقدم ممكن يبقى تدريجي وصغير لكن ثابت. شاركوا المدرسة في كل خطوة، ودربوا الطفل في البيت على الروتين وعلى المهارات اللي بيتعلمها في المدرسة، وركزوا على الإدماج الاجتماعي مع الإدماج الأكاديمي، وركزوا على الإدماج الاجتماعي مع التعليم الأكاديمي، واحتفلوا بأي إنجاز مهما كان بسيط، وعلموا إخوات الطفل يتعاملوا معاه بإيجابية ويكونوا مصدر دعم ليه. وآخر حاجة أحب أختم معاكم بيها: بعد خبرة علمية ومهنية ولله الحمد تجاوزت 28 سنة، منهم 25 سنة شغل في الدمج المدرسي والجامعي، التعليم الدمجي مش رفاهية، ده حق، وهو المفتاح لمجتمع أكثر عدالة وتنوع ومساواة. ومش بس بيفيد الطفل ذو الإعاقة، ده كمان بيعلم كل أطفالنا معنى التقبل والتعاون. ولو عرفنا نطبقه صح هنشوف تغيير مش بس في حياة ولادنا، لا ده هيكون في تغيير في جيل كامل بيتعلم معنى الإنسانية. وخلينا دايما عندنا يقين إن كل طفل مهما كانت حالته أو ظروفه عنده فرصة، ومحتاج بس حد يشوفه صح. لو انت أول مرة تعرف عن أهمية التعليم الدمجي وإزاي نقدر ننفذه، وإزاي نحضر أولادنا للدمج، وإيه المشكلات اللي ممكن نواجهها وإزاي نقدر نحلها، وإيه النصايح اللي ممكن نقدمها لأولياء الأمور والأخصائيين لإنجاح تجربة دمج أبنائهم، شارك الفيديو ده فورا وساهم في إن أخصائيين وأولياء أمور أكتر يستفيدوا. ولو حاسس إن في طفل في حياتك ممكن يكون عانى من مشاكل في الدمج المدرسي، تواصل معنا سواء كان على صفحاتنا أو أرقامنا، احنا نقدر نساعدك ونقدم لك الخدمة المتخصصة وندلك على الصح في أي مكان تكون فيه. اكتبوا لنا في الكومنتات لو عندكم أسئلة أو تجارب، وهنعمل فيديوهات متخصصة للرد عليها. وختاما، ربنا يوفقنا جميعا وتلاقوا نتيجة مجهودكم نجاح مع أولادكم. سعيد إني كنت معاكم النهاردة، وأشوفكم دايما على خير. تقبلوا خالص تحياتي، دكتور محمد الحلمي.